ألخص لكم الحكي كله. 124 ألف نبي شو يقولون؟ أن يعبدوا الله، عبادة الله اجتناب الطاغوت. ولهذا أنا دائما الشباب يسألوني شيخنا نصيحة، وين ما يشوفون اعطيني نصيحة، أقول له إتيان الواجبات وترك أعظم نصيحة، ما عندي شيء أعظم منه أقول لك إياه. هو يتصور أنطيفد ورد، لو أنطيفد ما يحتاج، هذا ما يحتاج. أعظم نصيحة لو تجمع 124 ألف نبي تسألهم من آدم للخاتم انطوني نصيحة، يقول لك الواجب سويه، الحرام اتركه. هذا جنة من أوسع أبوابها تدخل. القضية مو يعني ما تحتاج يعني. هؤلاء شبابنا كون يطلعون على علوم القرآن، معارف القرآن، أسرار القرآن. ما جايين احنا نضيع وقت. هاي الآن نص ساعة راحت من عندنا بهاي الأوضاع، نعيش هذا الوضع العالمي. ما جايين احنا حتى نضيع وقت ونعرض أنفسنا، احنا جايين نستفيد كل احنا. أنا أستفيد، الأحبة يستفيدون من القرآن وأهل البيت عليهم السلام. لأن أئمتنا ما يردون واحد من أتباعهم جاهل، أئمتنا يردون شيعتهم أهل علم، أهل معرفة. أهل شنو عمي؟ أهل معرفة. أئمتنا يردون شيعتهم. أنا اليوم كنت أقرأ آيات الظاهر بسورة التوبة، والله ما أدري أقدر أطلعها هسه الآيات، أنا ما مأشر عليها المشكلة. الظاهر كنت أقرأ بسورة التوبة، ما أدري أقدر أحصلها الآن ما أقدر أحصلها. استوقفتني آية عجيبة، أو في آخر سورة الأنفال الظاهر ما أدري، بس المهم أنا ما أشرت عليها. استوقفتني آية عجيبة لقيتها في سورة الأنفال. كنت أقرأ أواخر سورة الأنفال وبداية سورة التوبة اليوم. استوقفتني آية وأنا أتلو الآيات القرآنية. وطبعا هسه من أقول هذا الكلام أريد أشجع أخوتي، أنا ما قاعد أسوي رياء على المنبر، أريد أشجع أخوتي أنه القرآن لا يمر يوم إحنا ما نقرأ شنو؟ آيات ونتدبر الآيات. هذا أقوله من باب من حق المؤمن على المؤمن أن يحب له ما يحبه لنفسه. أئمتنا هيك قالوا للمؤمن على المؤمن حقوق، من أهمها أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. أنا أحب لنفسي أن أقرأ القرآن بشكل يومي وأتأمل وأتدبر آيات القرآن وأستفيد منها. أتمنى من كل أخوتي اللي يتابعوني الآن بالمجلس وبالتلفزيون وأخواتي أن يوميا يقرون لهم كم آية ويتأملوهن يتدبروهن، وايد ضروري. اليوم كنت أقرأ هذه الآية حقيقة استوقفتني. أقول أهل البيت يردون شيعتهم أهل علم ومعرفة، وهذه مسألة مهمة. أقرأ الآية: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. والله أرجوك سايرني الآخر الآية، شوف ايش قد خطرة آخرها، ايش قد مهمة آخرها. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 صابرين منكم يغلبون شنو؟ 200 من عدوكم. عود ليش؟ اسمع، هاي يعللها القرآن ليش؟ لو يعني شلون 20 يغلبون 200 ليش؟ شوف آخر الآية. زين. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. 100 منكم كمؤمنين يغلبون ايش قد؟ 1000 من الكافرين مثلا، أو المشركين أو المنافقين وهلم جرا. زين. من الذين كفروا، طبعا احنا موجود من الذين كفروا، من الذين كفروا. ليش؟ بأنهم قوم لا يفقهون. وانتم شنو؟ تفقهون. فلما أنتم تكونون تفقهون 100 منكم يغلبون 1000 بسبب شنو؟ المعرفة، العلم اللي عندكم. فمن أقول أئمتنا عليهم السلام يردون شيعتهم علماء الصادق، يقول: وددت أن أضرب أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا. شوف هاي الآية، يقول بما أنكم متفقهين 100 منكم يغلبون ايش قد؟ 1000 من غيركم، لأن غيركم ما متفقه، أنت متفقه. تفقهك يخلي هيك عندك قوة، طاقة، ينطيك هيك طاقة. معرفتك تعطيك هيك قوة، هيك طاقة. أنا أسأل الإخوة إذا يلتفتوا لي، أصحاب الحسين 70 أمام 30,000 أو 70,000، شنو اللي خلاهم يصمدون؟ المعرفة. والله المعرفة. وإلا الحرب متكافئة وغير متكافئة؟ أبدا غير 70 شنو 70,000 شنو؟ هاي وين ذيك وين؟ شنو اللي خلاهم يصمدون لآخر نفس؟ يفقهون، أهل معرفة. الحسين يدز رسالة الحبيب إلى الفقيه حبيب،
ابن مظاهر الأسد إلى الفقيه الحسين يكتب له إلى الفقيه حبيب. حبيب عالم فقيه، فحبيب لو تخلي الدنيا كلها أمامه هو يقف أمامها وما يخاف وما يرجف قلبه. بسبب شنو؟ معرفته. أنت أعرف بعد من زار الحسين عارفا شنو أهميته. أنت أعرف بعد الإمام المهدي راح يقاتل بأي جنود إذا ظهر، يقاتل بأهل الجهل وبأهل العلم. أنت بعد أعرف، أنت بعد أعرف. هاي دروس مهمة، هاي عظات مهمة، هذه دقائق رقائق حقائق قرآنية مهمة. المفروض تشجع ناسنا على التفقه، على التعلم، على المعرفة، على المطالعة، على القراءة،